بيبدأ فيلم النهاردة سنة 1850 في ولاية في أوروبا مع كاتب روائي مشهور جدا اسمه ميلفين، وبنشوفه وهو واخد شنطته ومسافر لبلد تانية بعيدة عنه بعد ما اتبعت له جواب من صاحبة فندق في نفس البلد، وكانت بتدعيه يجي الفندق بتاعها علشان حاجة مهمة جدا. في الوقت ده ميلفين بيوصل الفندق اللي اتكتب فيه الجواب، ولما بيقرب من الست بتفتكر انه زبون وبتفهمه انهم خلصوا شغل النهاردة، فبيرفع ميلفين الجواب اللي كانت بعتهوله علشان يعرفها بنفسه. فبتفرح جدا اول ما بتشوفه وبتفتح الباب بسرعة وبتدخله للأوضة اللي توماس جوزها موجود فيها، واللي كان مكتئب جدا ومش مهتم بأي حاجة بتحصل حواليه. وهناك بتفهم توماس ان ميلفين كاتب روائي وجاي علشان يعرف منه القصة الحقيقية الكاملة لسفينة إيزكس اللي غرقت في المحيط من سنين. وفجأة ملامح توماس بتتبدل وبيتعصب على ميلفين وبيكون رافض الموضوع نهائي وبيطلب منه يخرج بره. فبيتكلم معاه ميلفين بهدوء وبيفهمه ان لما يحكي له القصة هياخد فلوس كتير جدا منه على مجهوده، وبعد كده هياخد اضعاف الفلوس دي لما الرواية تنتشر، لان السفينة معروفة وفي اساطير كتير بتتقال عنها، وبمجرد ما هتنتشر الرواية هيتشهر جدا. بس توماس بيفضل مصر على موقفه وبينصح ميلفين يروح ياخد ملف التحقيقات من الشرطة ويعرف القصة الكاملة من خلالها لانه مستحيل يتكلم. بس ميلفين بيكون متأكد ان توماس هو اللي عنده القصة الحقيقية الكاملة، لانه الناجي الوحيد اللي لسه عايش من السفينة، وده لان باقي الناس اللي نجوا منها يا اما سافروا او ماتوا. ولما بيحاول يتكلم تاني معاه توماس بيتعصب عليه وبيطرده بره. بس لما بيخرج مرات توماس بتهديه وبتحاول تفهمه ان الحالة اللي توماس فيها صعبة جدا ولازم يتعامل معاه بهدوء علشان يقدر يثق فيه، وبتعرفه ان توماس مش بيتكلم مع حد من ساعتها، حتى لما اتجوزوا ما حكالهاش حاجة عن السفينة، وكانت كل ما تحاول تتكلم معاه يتهرب ويقفل الموضوع. وبتقرر مراته تدخل تاني لتوماس تتكلم معاه وبتحاول تقنعه يتكلم مع ميلفين علشان ياخدوا منه الفلوس اللي بيقول عليها، لانهم بقوا فقراء جدا ومحتاجين الفلوس دي باي طريقة، وبتفهمه انه لو حكى اللي حصل معاه هيرتاح عن دلوقتي. واخيرا توماس بيوافق يتكلم مع ميلفين بس بشرط واحد، وانه ما يضغطش عليه في تفاصيل القصة لان في احداث كتير ممكن ما يقدرش يحكيها. وعلى طول توماس بيبدأ يحكي القصة لميلفين وبيعرفه ان سنة 1820 كان الهدف الاساسي من الصيد هو استخلاص الزيوت من الحيتان علشان يستخدموها كوقود ويقدروا ينوروا بيوتهم. ووقتها الموضوع كان مربح جدا للصيادين لان تمن الزيت غالي ومش اي حد بيقدر يشتريه، ده غير ان الاهالي كانوا بيراهنوا على السفن اللي بتطلع تصطاد الحيتان. ومن اشهر الصيادين في الوقت ده كان في صياد كده اسمه اوين، وكان معروف بنجاحه في كل رحلة بيطلعها، وعلشان كده شركات الملاحة كانت دايما عايزاه يشتغل لحسابهم. وبنعرف ان اوين كان لسه متجوز من قريب وكانت مراته حامل، بس كانت عايزاه يفضل جنبها وما يطلعش رحلات دلوقتي لحد ما تولد. بس اوين ما قدرش ينفذ لها اللي هي عايزاه لانه كان مرتبط بالشركة اللي بيشتغل فيها. في نفس اليوم مدير الشركة بعت لاوين انه عاوز يقابله النهارده، واول ما اوين وصل الشركة عرفوه انهم محتاجينه يطلع رحلة مهمة وهيكون مساعد قبطان السفينة، وعرفوه انهم جهزوا كل حاجة ومش فاضل غير موافقته. فبيتضايق اوين جدا لانه كان متوقع انه هيبقى قبطان السفينة، فبيعتذر له المدير وبيعرفه انه قبطان السفينة هو جورج ابن شريكه، وبسبب نفوذه في الشركة مخلينه هو القبطان، وبيوعده انه المرة الجاية هيكون القبطان. بس اوين بيرفض وكان عاوز يمشي من الشركة لانهم بيقولوا نفس الكلام كل مرة وبيضطر ينفذ اوامرهم. فبيوعده المدير انه هيضاعف اجره وهيكون ليه كمية من الزيت اللي هيجيبوه، وكمان بيكتبوا له عقد بالكلام ده علشان يضمن حقوقه ويوافق. المهم بعدها على طول اوين بيرجع بيته يجهز حاجته علشان يسافر، بس المرة دي مراته كانت خايفة عليه جدا وبتديله السلسلة بتاعتها يلبسها علشان يفضل فاكرها هي وبنتهم طول الرحلة. في نفس الوقت جورج كان واقف يودع ابوه بيطمنوا عليه وبيوعدوا انه هيرجع منتصر وبكمية كبيرة من الزيت كمان. وبعد شوية طاقم السفينة كله بيستعد للانطلاق، وبنعرف ان اصغر صياد على السفينة في الوقت ده كان واحد اسمه توماس، واللي كان متشوق جدا للصيد الحيتان وحابب المغامرة، وكمان كان فرحان جدا لانه طالع مع اوين لانه شايفه مثله الاعلى. وفي اول لحظات ليهم في البحر كانت العلاقة بين اوين وجورج متوترة جدا، وده بسبب خبرة اوين الكبيرة، وعلشان كده اوين كان بيحاول يقلل منه طول الوقت ويفهمه انه ملوش لازمة علشان يفرض سيطرته على السفينة. بس في نفس الوقت كان اوين متضايق جدا وخايف لحسن جورج يديهم اوامر غلط ولا حاجة، وساعتها هيضطروا ينفذوا الاوامر دي لان دي القوانين بتاعت السفينة. عامة في اول يوم ليهم في البحر حصلت مشكلة كبيرة في السفينة كانت هتمنع السفينة من الابحار اساسا، وجورج ما كانش عارف العطل جاي منين او المفروض يعمل ايه. على العكس بقى اوين اللي اول ما عرف اللي حصل طلع
بسرعة شد الحبل وصلح العطل اللي كان في السفينة، والمشكلة اتحلت في ثواني، وباقي الصيادين كانوا مبهورين جدا بخبرته. حتى جورج كان مبهور باللي عمله، بس على عكس مجموعة تانية من الصيادين كانوا بيحاولوا يستهزئوا باللي اوين عمله ويمثل انها كانت حاجة بسيطة اي حد كان قادر يحلها. المهم بيكملوا يومهم لحد ما بيجي الليل، وفي الوقت ده جورج واوين قعدوا ياكلوا مع زمايلهم، بس اثناء الاكل جورج قعد يتريق على اوين وعلى اهله، وبيعرف الصيادين ان اوين من عيلة فقيرة جدا واهله ناس فلاحين، على العكس هو لانه من عيلة ارستقراطية وليها نفوذ في البلد، وفضل يعلي من نفسه قدامهم لحد ما اوين اتضايق وساب الاكل وراح ناحية العمال اللي هم اقل فئة في السفينة، وهناك اتفاجئ ان جورج مفرق بينهم في الاكل وعامل لكل فئة نوع اكل معين، وطبعا الحركة دي بتضايق اوين جدا من العنصرية اللي التاني بيعملها. المهم بيجي تاني يوم والموج في البحر كان عالي جدا، والصيادين كانوا خايفين لحسن تهب عاصفة ولا حاجة تبوظ لهم الدنيا كلها. وبعد شوية جورج بيجي يؤمر اوين يزود من سرعة السفينة علشان يقدروا يوصلوا لوجهتهم بدري، وبما ان اوين المساعد بتاعه فكان مضطر ينفذ كل اوامره حتى وهو عارف انها غلط. بس بعدها على طول اللي كانوا خايفين منه حصل، لان بتيجي عليهم عاصفة شديدة، فبيجري اوين بسرعة على جورج يعرفوا انهم المفروض يغيروا الاتجاه اللي ماشيين فيه علشان معاكس للرياح، وعرفوا كمان ان السرعة اللي السفينة ماشية بيها ممكن تقلبهم في اي وقت. بس جورج بيصمم على رأيه وبيعند في اوين وبيأمره كمان يزود السرعة ويدخل في اتجاه العاصفة، فبيضطروا يعملوا كده. بس مفيش وقت قليل والسفينة كانت على وشك انها تغرق بسبب اوامر جورج اللي كانت كلها غلط في غلط، ولولا ان اوين بيتدخل على اخر لحظة وبيقطع بسرعة يقطع الشراع بتاع السفينة وقلل من سرعتها كان زمانهم غرقوا كلهم في البحر. المهم في نفس اليوم بالليل جورج بيكون في مكتبه وبيستدعي اوين وبيطلب منه يعتذر له علشان كان بيحاول يخالف اوامره قدام العمال، وبيأمره كمان يقدم استقالته اول ما يرجعوا المدينة، لان هو كده اللي هيغرق السفينة بعمايله مش جورج. واساسا بعد اللي بيعمله ده كمان كان عاوز يرجع المدينة من تاني من غير ما يصطاد علشان ياخد مساعد قبطان تاني بدل اوين، بس اوين رفض وحذره انه لو عمل كده الناس هتشوف طاقم السفينة كله فاشل وهيكرهوهم، لانهم محتاجين الزيت جدا في حياتهم اليومية ومستنيين السفينة ترجع بفارغ الصبر. فبيقتنع جورج بكلامه وبيوافق على ان السفينة تستمر في الابحار والبحث عن الحيتان. عامة بيعدي 3 ايام واخيرا بيلاقوا مجموعة حيتان قريبة منهم، وساعتها اوين خد المعدات ونزل في قارب صغير علشان يعرف يصطاد واحد منهم، وفعلا قدر يصطادوا وطلعوا للسفينة بمساعدة باقي الفريق. وبعدها عملوا فتحة كبيرة في الحوت علشان يقدروا يطلعوا الزيت منها، بس المشكلة انهم معرفوش يطلعوه كله، فاستعانوا بتوماس لانه اصغر واحد فيهم، وفعلا قدر يدخل جوه جسم الحوت وطلع الزيت كله. بس المشكلة برضو ان الكمية ما كانتش كبيرة كفاية، فكان لازم يكملوا ابحار علشان يلاقوا حيتان تاني. وفعلا جورج صدق على كلامهم وقرر يكمل الرحلة لحد ما يلاقي عدد اكبر من الحيتان يصطادوه. بنعرف بقى ان الابحار استمر لمدة 3 شهور، بس برضو للاسف ما كانوش لاقوا حاجة، ده غير ان المغامرة بقت اصعب عليهم بسبب ان الاكل والمية بدأوا يقلوا جدا، وبسبب كده لو ما لقوش حيتان في الطريق قريب هيموتوا كلهم من الجوع. بس اثناء رحلتهم شافوا كده جزيرة صغيرة قريبة منهم، ففرحوا جدا كلهم وقرروا ينزلوا يشربوا وياكلوا ويرتاحوا يوم هناك علشان يقدروا يكملوا رحلتهم. وبنعرف بقى ان اغلب سكان الجزيرة كانوا كلهم صيادين تقريبا، وعلى طول جورج واوين اتعرفوا على قبطان كبير في السن هناك وقرروا يقعدوا معاه علشان يستفادوا من خبرته ويعرفوا الاماكن اللي متواجد فيها الحيتان بكميات كبيرة. ولما قعدوا معاه حكى لهم ان السفينة بتاعته كانت مخصصة لصيد الحيتان، وفي اخر رحلة ليه كانت في قلب المحيط. كانت المنطقة هناك مشهورة جدا بوجود الحيتان، ووقتها كانوا ناويين يصطادوا الحيتان اللي في المنطقة كلها، بس فجأة ظهر لهم حوت ضخم جدا واتصدموا كلهم لما شافوه، لان الصيادين بيعتبروه عدوهم ومسمينه الحوت الابيض، وبسبب حجمه الكبير ده كانوا كلهم خايفين منه. وفعلا خوفهم كان في محله، لان الحوت اتسبب في غرق السفينة بتاعتهم واغلب الركاب ماتوا، اما هو فنجا من اللي حصل باعجوبة، وبيحذرهم من انهم يقربوا من المنطقة دي لان مفيش سفينة قربت منها الا والحوت الابيض ده كان السبب في غرقها. وبعد ما خلص كلامه معاهم خرج، بس كان حاسس انهم مش مصدقينه. اما
اوين وجورج فقعدوا يتخيلوا لو اصطادوا الحوت الابيض ده هيطلعوا منه كميه زيت كبيره جدا، والفلوس ساعتها حلوت في عينيهم وتجاهلوا كلام القبطان وتحذيره، وجمعوا فعلا على طول طاقم السفينه من تاني واستعدوا للابحار اتجاه المنطقه اللي فيها الحوت الابيض. وبعد شويه اسابيع كده السفينه بتوصل المنطقه اللي فيها الحوت، وبمجرد ما وصلوا الحيتان ظهرت حواليهم في كل مكان، فبتنزل مجموعه من الصيادين بقياده اوين في قوارب صغيره علشان يصطادوا الحوت الابيض ده اللي بيحلموا انهم يصطادوه. بس فجاه في حوت بيعدي من تحت القارب وبيستخدم ديله وبيقدر يقلب القارب بتاعهم، والصيادين كلها بتقع في الميه، فبيفضلوا يعوموا علشان يقدروا يطلعوا القارب مره تانية. بس اثناء ما هما بيعوموا الحوت الابيض ظهر لهم من بعيد بس ما عمل لهمش اي حاجه، فالصيادين رجعوا للقارب من تاني وبداوا يجهزوا معداتهم علشان يصطادوه. بس كان لازم يرجعوا للسفينه الاول علشان يصلحوا الخلل اللي حصل في القارب. بس فجاه الحوت الابيض رجع من تاني، بس المره دي بقى بدا يهجم على السفينه وحاول يقلبها. وقتها اوين حاول يصطاده بالرمح، بس اكتشف بعد كده ان الرمح مش كفايه لضخامه الحوت اللي قدامه، ونتيجه لمحاولات الحوت الابيض في قلب السفينه فقدت توازنها وبقت على وشك انها تغرق. وفجاه الحوت ضرب السفينه تاني بديله، وبسبب قوه الضربه المره دي زيت الحيتان بيولع في السفينه بتاعتهم، فاضطر جورج يسيب السفينه هو وباقي الركاب، واتقسموا ل3 مجموعات بسرعه كل مجموعه على قارب، وبعدوا عن المنطقه اللي فيها الحوت الابيض. وبعدها جورج قسم الاكل والميه اللي معاهم على قد عددهم بالظبط علشان يقضيهم. تاني يوم الصبح جورج واوين بيطلعوا البوصله والخريطه اللي معاهم علشان يحددوا هم يمشوا في انهي اتجاه بالظبط. بس في نفس اليوم بالليل في عاصفه شديده بتضرب القوارب، ونتيجه لده في خشبه بتخبط في راس جون صاحب اوين، فبيتعب جدا بسببها. عامه بيستمروا في الابحار لمده 12 يوم كمان، وبكده يكونوا كملوا 14 شهر في البحر. وبسبب الفتره الكبيره اللي قعدوا فيها في البحر الميه والاكل اللي معاهم كانت على وشك انها تخلص خالص. بس لحسن حظهم برضو انهم بيلاقوا جزيره قريبه منهم، فبيقرروا يروحوا لها يطلبوا النجدة من اي حد موجود هناك. وبمجرد ما بيقربوا من الجزيره الحوت الابيض بيظهر من تاني وبيقلب القوارب ال3، والصيادين كلهم بيقعوا في الميه، فبيفضلوا بقى يعوموا بسرعه علشان يقدروا يوصلوا للشط. وفعلا بيقدروا يوصلوا على طول، وكانوا كلهم كويسين الى حد ما. واول ما وصلوا بيفضلوا يدوروا على اي حاجه ياكلوها، بالطيور بقى او سمك ميت، اي حاجه علشان يقدروا يفضلوا عايشين. بعدها جورج امر باشعال النار علشان يطلبوا الاستغاثه من اي سفينه تكون قريبه منهم، وبداوا بعدها يستكشفوا الجزيره ويشوفوا ايه اللي موجود عليها بالظبط. وبعد فتره قليله بيشوفوا كهف فاضي قدامهم، فبيدخلوا فيه علشان يشوفوا ايه اللي جواه. بس بيتصدموا اول ما بيدخلوا لانهم بيشوفوا جثث بحاره وصيادين قدامهم، وفهموا انهم كانوا مستنيين حد ينقذهم بس ماتوا بسبب الجوع والعطش. عامه في نفس اليوم بالليل الركاب كلهم بيتجمعوا علشان يتناقشوا في حل المشكله اللي هم فيها دي، وبيوصل نقاشهم في النهايه انهم يتقسموا لفريقين. فريق كان عاوز يصلح القوارب ويحاولوا يرجعوا تاني يمكن يلاقوا سفينه تساعدهم ولا حاجه، وفريق تاني كان عاوز يفضل على الجزيره لحد ما يموت لانهم كانوا رافضين يغامروا مره تانيه، وبدل ما يموتوا في البحر يموتوا على الجزيره احسن. وبنعرف ان جون صاحب اوين كان من ضمن الفريق التاني، اما جورج واوين وتوماس فكانوا من ضمن الفريق الاول. وقبل ما اوين يمشي وعد جون انه هيرجع تاني ينقذه وهيجيب معاه اكل وعلاج كمان. وبعد شهرين بنشوف اوين والصيادين في القارب وهم على وشك الموت من قله الاكل والميه، وفعلا في واحد منهم بيموت من العطش، وباقي الصيادين بيزعلوا عليه جدا وكانوا عاوزين يرموا جثته في المحيط علشان يخفوا الحمل على القارب شويه. بس اوين منعهم يعملوا كده وقال لهم ان الاكل دلوقتي خلص وهم جعانين جدا وممكن يموتوا لو فضلوا كده، وعرض عليهم ياكلوا من الجثه لحد ما يشبعوا وبعد كده يبقوا يرموه في الميه. كلامه ده سبب صدمه لكل اللي موجودين، واللي كان اولهم توماس اللي حالته كانت صعبه جدا ومش مصدق ان ممكن ياكل لحم بشري وخاصه صاحبه. ساعتها اوين اتكلم وفهمهم انها حاجه صعبه جدا بس لو ما عملوش كده هيموتوا، فاقتنعوا بكلامه وبداوا بقى يسنوا السكاكين اللي معاهم. واول حاجه كلوها من الجثه كانت قلبها، وبعد كده فضلوا مكملين لحد ما خلصوا اكل وشبعوا ورموا الباقي في الميه. في الوقت الحالي توماس بيكون منهار من العياط جدا وهو بيحكي لميلفين وبيعرفوا ان ده اكبر سر كان مخبيه عن مراته وما كانش قادر يصارحها بيه لانه لو كان قال لها كانت كرهته ورفضت تتجوزه او تعيش معاه. في اللحظه دي مراته بتظهر لانها كانت واقفه من بدايه ما اتكلم وسمع كل حاجه، وطلعت وهي منهاره من العياط وقالت له انها كانت هتكمل معاه ومستحيل تسيبه لانها كانت بتحبه وعارفه ان الظروف اللي مر بيها كانت صعبه على اي حد.
المهم بنرجع تاني للحكاية، وكان عدى 3 شهور وبنعرف انهم كانوا تايهين بالقارب في البحر وما كانوش عارفين هما فين ولا ماشيين ازاي، ده غير انهم جعانين وعطشانين جدا. فقرروا يعملوا قرعة كلهم، واللي يطلع اسمه يقتلوه وياكلوا جثته علشان يقدروا يكملوا. والمرة دي الدور كان على جورج، فبيدي المسدس بتاعه لواحد من الصيادين علشان يضرب عليه نار. وبنعرف اساسا انهم يبقوا ولاد عم، بس ابن عمه بيرفض يخلص عليه وبيضحي بنفسه هو بدل ما يقتله. بس عامة يعني بعد ما خلص على نفسه فضلوا ياكلوا في جثته لحد ما شبعوا. المهم بعد كام يوم الحوت الابيض بيظهر لهم من تاني، بس المرة دي بقى اوين بيستعد علشان يواجهه، بس تراجع عن قراره في اخر لحظة لما لقى ان الحوت بدأ يبعد عنهم من غير ما يأذيهم. المهم بيعدي كام يوم وفي سفينة كبيرة كده بتشوف القوارب وبتقرب منهم علشان تساعدهم، بس اول ما قبطان السفينة بيشوف بقايا الجثة بتاعت ابن عم جورج في القارب بتاعهم بيتصدم جدا وبيبعد عنهم بسرعة بعد ما عرف انهم من اكلي لحوم البشر. وبعد ما السفينة بتمشي القوارب بتنفصل عن بعضها بسبب الامواج، وكل قارب منهم بيمشي في طريق معين. اوين وتوماس كانوا مع بعض في نفس القارب وبيفضلوا بقى ماشيين في البحر لحد ما اوين بيفقد الوعي من كتر الجوع والعطش، وتوماس هو كمان كان على وشك الموت، بس بيتفاجئ كده لما بيبص بعيد وبيلاقي ارض قريبة منهم. وفي البداية كان فاكر انها جزيرة، بس في الحقيقة دي بتكون تشيلي الولاية بتاعتهم. وبعد 18 شهر اخيرا اوين وتوماس بيرجعوا للمدينة لأول مرة، والناس كلها بتتخض لما بيشوفوهم لان شكلهم غريب جدا ولا الاشباح اللي راجعين للحياة بعد الموت. مرات اوين بقى اول ما بتشوفه بتجري عليه بسرعة تطمن عليه، وبيكون معاها بنتها اللي ولدتها اثناء الرحلة، واوين بيفرح جدا اول ما بيشوفها وبترجع له الحياة مرة تانية. في نفس اليوم اوين بيروح شركة الملاحة اللي كانت مسؤولة عن الرحلة علشان يحققوا في غرق السفينة، بس لما بيوصل هناك بيتفاجئ ان جورج موجود في الشركة وبيفهم انه كمان قدر ينجو بالقارب بتاعه من حوالي كذا يوم كده. وفي الوقت ده جورج بيتكلم مع اوين وبينصحه ما يجيبش سيرة الحوت الابيض خالص، لانهم لو عملوا كده مستقبل الشركة هيتدمر والممولين كلهم هيسحبوا سفنهم من الشركة. بس اوين بيرفض يعمل كده وبيقرر يقول السبب الحقيقي لغرق السفينة من غير ما يكذب على حد. ولما بيخرج من الشركة بيقابل توماس في وشه، فبيشكره على اللي عمله معاهم طول الرحلة وبيقلع السلسلة اللي لابسها وبيديها لتوماس كهدية. وتوماس هو كمان بيقوله انه فرحان جدا انه اتعرف عليه. المهم بعد فترة جورج بيقرر يبحر تاني بالسفينة علشان يصطاد الحوت الابيض وينتقم منه بعد ما دمر حياته. اما اوين فطلع هو كمان رحلة علشان ينقذ زمايله اللي لسه موجودين على الجزيرة، بس اول ما وصل هناك اكتشف ان جون مات فانقذ ال3 اللي باقيين معاه. بعدها اوين ساب الصيد بتاع الحيتان ده خالص وبدأ يشتغل قبطان لسفينة تجارية. بنرجع مرة تانية للوقت الحالي وبيشكر ميلفين توماس على كل الأحداث اللي حكاها وبيوعده إنه هيحذف أي حاجة من الرواية تخص اللي حصل في الجثث. وبعدها بيشكر توماس ومراته وبيسيبهم وبيمشي، وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.